بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الفل عليكم. زي ما انتم شايفين اتعودنا معاكم طبعا كل سنه وانتم طيبين نعمل طبعا حلقه تخليل الزيتون. هنعمل الزيتون العزيزي نوعين، نوع كده بيستوي على طول ونوع بيغيب شويه، وهنعمل الزيتون التفاحي. وازاي طبعا هنعرف الملح قد ايه، هنحط ملح قد ايه وهنحط ميه قد ايه. طبعا زي ما انتم شايفين، وايه الحاجات المكونات يعني اللي احنا هنضيفها على التخليل. اوكي. طبعا هنا معايا ليمون سلقته وهنقعه لمدة 3 ايام، وهنا شوية ليمون تاني قطعتهم من صاص كده، وهبتدي طبعا اسلقهم كويس جدا عشان دولا اللي انا المحلول اللي هحذفهم على المحلول الملحي. تمام، هنضيفهم على المحلول الملحي طبعا وهنعصرهم زي ما انتم شايفين كده. دول طبعا ضفت كملت المعيار بتاع الميه، خليته 6 لتر ميه مثلا في الحله، وكملت غليان على النار، وابتديت طبعا يعني اعصر الليمون زي ما انتم شايفين. طبعا بيتعمل سهل جدا معانا، الطريقه دي مفضله كده وسهله، يعني ايه منقعدش، مش هيبقى فيه غلبه بقى في عصير الليمون والكلام ده. اوكي. طبعا هنعصره كله والقشر مش هنرميه. ودول حوالي 6 لتر ميه، هنضيف طبعا عليهم كل لتر ميه هضيف عليه 5 معالق من الملح، يعني من 4 ل5 كده. تمام. وهضيف طبعا كل لتر ميه هضيف عليه معلقه من السكر ومعلقه من الخل. تمام. يجوز اللقطه بتاعت الخل ما جاتش، بس انا ضفت يعني ايه، كل لتر عليه حوالي معلقه من الخل. اوكي. هيبقى كل لتر عليه 5 معالق من الملح، معلقة من الخل، معلقة من السكر. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا معانا المكونات اللي هنضيفها: معانا ليمون مسلوق ومنقوع، معانا هريسة شطة حامية وباردة، معانا جزر مبشور، معانا فلفل قرون، ومعانا حبهان واللوري، معانا زيت كرفس. تمام. وهنبتدي اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. معايا طبعا كمية من الزيتون، كمية زيتون عزيزي 4 كيلو، ومعايا 2 كيلو من الزيتون التفاحي طبعا. هنا طبعا الزيتون العزيزي الفاتح ده اللي هيستوي معانا على طول مثلا لمدة 3 شهور وناكل منه. اوكي. بيبقى لونه كده فاتح شوية. انما الاخضر الزرعي ده فانا عملته طبعا طول السنة بقى، رمضان بعد رمضان العيد الكبير المواسم بتاعتنا دي هيكفي معانا وهيستحمل ومش هيتهري وهيبقى جميل جدا. طبعا معانا جزر، معانا ليمون مسلوق منقوع لمدة 3 ايام زي ما قلت لكم لما المرارة خرجت منه، عشان يحلي الزيتون كده، مينفعش الاتنين يبقوا مرين يعني. وبرده هضيف شويه من الليمون المقطع الفريش. اوكي. فلفل اخضر، هريسه شطه، طبعا هريسه بالمعدل المظبوط. هقول لكم دلوقتي ليه. لاني طبعا كرفس زي ما انتم شايفين انا بضيف الهريسه مش كتير قوي. ليه؟ عشان الزيتونه ما تبقاش لونها احمر كده، احنا عايزين لون الزيتون الجميل دون. وطبعا برضو في ناس بتحط كركم مش كتير، اوفر كركم، اوفر شطه هريسه، لا لا، كل حاجه بمعدل مظبوط تطلع الحاجه تمام معانا. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا هنحط المحلول الملحي، ضفنا القشر الليمون على الوش كده زي ما انتم شايفين. وطبعا هضيف المحلول الملحي، وهضيف طبعا على الوش برضو شويه من الزيت. الزيت حلو كمادة حافظة، وفي نفس الوقت برضو ما يخليش الزيتون يسود معانا من على الوش او كده. وبرضو هنضيف شوية هنضيف ورقتين من اللوري اللي هو ورق الغار، وطبعا حبتين من الحبهان اللي هو طبعا الهيل اللي احنا عارفينه. يعني الدول العربية بيقولوا عليه هيل يعني. تمام. وهنا بقى طبعا هنبتدي ان انا معلش بقى اتكلم بسرعة عشان انا مجرية الفيديو قوي يعني. هنا طبعا هنحط كيس كده تلاجة ونحاول نحكم البطرمان، والبطرمان معقم ومغسول كويس جدا طبعا، مش اوصيكوا على الموضوع ده طبعا. اوكي. هنا بقى الليمون التاني اللي هو الزيتون قصدي، التاني اللي هو العزيزي الفاتح اللي هناكله بعد 3 شهور. طبعا هنحط عليه جزر، هنحط برضو نفس المكونات يعني هريسة، كرفس. كرفس بيدي طعم حلو للمخلل وريحة جميلة، لازم الكرفس. مفيش مشكلة، بس يعني نحاول ان احنا واحنا بنجيب المكونات كده نشتري برضو الكرفس معانا. اوكي. وطبعا نفس الكلام ضفت كله الفلفل القرون والهريسة والجزر والليمون المقطع والليمون السليم. المهم يعني وضفنا الكمية كلها كده،
وقلبنا طبعا تقليبه حلوه. بصوا لونه كده واضح انه يطلع لونه جميل معانا. لا مش بكتر المكونات الحاجه تبقى، يعني اشوف ناس تحط توابل كتير قوي على الاكل. طبعا مش بكتر التوابل، مش بكتر لا، كل حاجه بالمعدل المظبوط بتطلع تمام يعني. اوكي. وهنبتدي طبعا هنحط برضو المحلول الملحي. طبعا كان البطرمان خلص اتملى معايا، كان في بطرمان صغير كده كملته بالزيتون العزيزي. وابتدينا طبعا نحط ورق لوري برضو ونحط زيت ونغطي طبعا ونحكم الغطا بكيس تلاجة. وهنا بقى الزيتون التفاحي بقى اللي شكل التفاح الجميل دون. طبعا احنا عشان نسويه بسرعة، انا ده ممكن اكله بعد 20 يوم. اوكي، يعني 20 يوم نفتح عليه. لحد 25 ماشي يعني تمام، اللي يحبه مستوي شويه. لكن احنا ممكن نفتح عليه بعد 20 يوم. اوكي. طبعا بندشه كده زي ما انتم شايفين. لو انتوا عايزينه يطول معانا شويه وممكن يقعد لرمضان، هنشقه شق صغير كده بالسكينه، وممكن ما نشقوش خالص. تمام. بس ده عشان تفاحي لازم يتشق عشان ما يتهريش مننا. وهنبتدي طبعا ندشه كده زي ما انتم شايفين باي حاجه عندنا او بايدينا يبقى افضل، عشان الزيتونه ما تتعملش اتنين مننا. يبقى ايه، نحاول لدقه بسيطه كده احنا بندق عليه يعني. تمام. خلصنا طبعا الكميه كلها وغسلناه كويس، وابتدينا نضيف عليه الجزر برضو والهريسه والكرفس والليمون السليم اللي هو المسلوق، والليمون المقطع الفريش، وطبعا شويه الفلفل اللي هم الفلفل القرون يعني زي ما انتم شايفين كده. وهنبتدي طبعا شويه الكرفس نفس الكلام. يعني انا حبيت ان انا امشي خطوه خطوه معاكم في الفيديو عشان تبقى يعني الوصفه كده ايه ماشيه ثابته في دماغنا يعني، بس جريت الفيديو شويه. تمام. طبعا قلبناه زي ما انتم شايفين، وهنبتدي برضو نعبيه في البطرمان. طبعا هقول لكم احنا هنسيب الحاجه قد ايه برضو عشان نبقى عارفين. الزيتون العزيزي الاخضر اللي هو بيبقى اخضر زرع غامق ده هنسيبه من سنه للسنه. عامه العزيزي ممكن نسيبه من سنه للسنه، بس لو احنا عايزين ناكله بدري يبقى الزيتونه الفاتحه العزيزي الفاتحه دي بتبقى جميله. يعني وبتستوي معانا على طول، بتبقى خليط كده ما بين الزيتون التفاحي والعزيزي، هي تحس ان هي خليط ما بينهم كده. تمام. طبعا عبينا الزيتون التفاحي، وان شاء الله نعمل حلقات مع بعض. نجيب بقى الليمون الاصفر نعصفره باذن الله، وان شاء الله نعمل برضو حلقه فيديو كده تاني للزيتون، نعمل زيتون الاسمر، ونعمل شويه زيتون كده للحبايب بقى كده، نحب نهدي بيه الحبايب يعني. زي ما انتم شايفين طبعا خلصت الكميه كلها، وضفت المحلول الملحي. الزيتون التفاحي من 20 يوم ل25 لشهر ناكل منه. لو عملتوه دشتوه عملتوه بنفس الطريقه دي. ممكن تضيفوا لو مستعجلين عليه اكتر وتاكلوه بعد 10 ايام او 15 يوم، ضيفوا حبه حلوين من الخل، بس اعملوا برطمان صغير عشان ما يتهرش مننا. اوكي. زي ما انتم شايفين كده طبعا خلصنا الكميه كلها. حبايبي واخواتي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. المشاهدات عندي واقعه خالص، يا ريت يعني تهتموا كده وتزوروا قناتي يعني وتكملوا الفيديو. اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.